اللهم إن قلوبنا عليه لتحزن، وإن عيوننا عليه لتدمع، وإنا على فراقه لمحزونون. إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم أجرنا في مصيبتنا وأخلف لنا خيرا منها. اللهم اجعل ما أصاب فقيدنا وحبيبنا، اللهم اجعل ما أصابه من مرض ونصب رفعة له ودرجات في عليين، واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وافسح له في قبره ونور له فيه. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وزوجا خيرا من زوجه، وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر وعذاب النار. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعد. اللهم إن فقيدنا في ذمتك وحبل جوارك، فقه من فتنة القبر وعذاب النار. أنت أهل الوفاء والحق، فاغفر له وارحمه، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم عبدك وابن أمتك احتاج إلى رحمتك، وأنت الغني عن عذابه، وأنت الغني عن عذابه، وأنت الغني عن عذابه. اللهم إن كان محسنا فزده في حسناته، وإن كان مسيئا فتجاوز عنه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعذه من عذاب القبر. اللهم اجعله فرطا وذخرا للرعية وشفيعا مجابا. اللهم ثقل به موازيننا وأعظم به أجورنا، وألحقه بصالح المؤمنين،
واجعله في كفالة إبراهيم عليه السلام، وقه برحمتك عذاب الجحيم، وأبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله. اللهم اغفر لأسلافنا وأفراطنا ومن سبقنا بالإيمان.